السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتنا واصحابنا عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ها بقى يا ام يوسف هتقول ولا مالكش قايله؟ طبعا بقى النهارده بس قبل ما اقول لكم انا راح اعمل ايه ولا الفيديو ده هيكون عباره عن ايه، ما تنسوش تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وتعملوا وسلم. اعجاب للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. هتقولي بقى انتوا عاملين اكل ايه النهارده ولا مالكش قايله؟ لا يا شباب انا مش قايله والله. يا بنت حرام عليكي. والله ما هقول وانت اللي هتكتشف لوحدك. استغفر الله العظيم. تمام يا جماعه النهارده يا جماعه انا من الصبح شغالين هما الاتنين عمالين بيعملوا اكله حلوه قوي، شامم ريحتها قسما بالله. يعني الواحد ما كانش قادر من الريحه، يعني مش قادر، وعمال اسالهم انتوا عاملين اكل ايه، مش راضيين يقولوا. بس انا برضو مش هقول الا لما انت تكتشف لوحدك. انت قلت اما افتح الكاميرا ونصور هبقول لك ايه هي الاكله دي. ماشي احنا بنصور، انا قلت احنا خلاص تصوير بس انا مش قايله انت تكتشف لوحدك. طب ماشي طبعا يا جماعه النهارده قررنا نعمل اكله لذيذه عسل لابو يوسف، كان نفسه فيها من زمان قوي وكان طلبها منا، بس انا مش هقول برضو ايه هي المفاجاه دي وايه هي الاكله دي. عمالين بيشوقوني يا جدعان، ودخلت عليهم هما في المطبخ عمالين بيطبخوا وبيعملوا، وبرضه محدش راضي يقول طب دوقوني. لا ما انتش ضايق الا في الفيديو. طب مش عارف انا. طب ما احنا في الفيديو اهو بقى، يلا ماشي يا سيدي احنا خلصنا الفيديو، احنا خلصنا الفيديو. طب يا ترى اكلة ايه؟ مش هقول. طب عبارة عن ايه؟ مش قايله. طب هي ايه؟ مش قايله. طب يا هما رب. الثلاثه بنفس المعنى. طبعا يا جماعه انا حبيت ان انا اشارك معاكم الفيديو ده واشوف رد فعل ابو يوسف على الاكله الجميله يا ديت. ربي ماشي. انهي اكلة؟ خلاص بقى يا ابو يوسف محشي، أنا استني بس. محشي؟ مش قايله والله. محشي. ويا جماعه طب استني بس، ايه دي بس محشي؟ والله ما بحشي. طب مكرونة بشاميل؟ لا. طب امال ايه؟ الله انا مش قايله يا سيدي. يا انت جدعان. عايز تحرق المفاجاه. يا جدعان والله العظيم من الصبح وانا على الحال ده، مش عارف والله انا هفضل منتظر كده لغايه امتى. انا مش قايله يا سيدي، انا واحده مش عايزه اقول لك ايه هي المفاجاه. انت عايز تحرقها ليه بقى؟ يا بنت ما كانتش اكله والله. يعني انت بتعملي معايا كده ليه؟ طب قولي لي بس اكله يا ايه؟ سيدي يا سيدي لو عملنا لك حتى طبق بطاطس كده اهو بس مم. نعمل لك مفاجاه يا ابو يوسف. طيب ماشي. طب انا عايز اعرف ايه المفاجاه دي بقى، ماليش دعوه بقى يا يوسف بقى، وما ينفعش كده بقى، انا خلاص اتضايقت بقى وعايز بقى ادوق بقى انتوا عاملين ايه. وخصوصا كمان انت شوقتنا اكتر لما قلت لي طب الاكله اقول لك ايه يا ابو ديت. يوسف؟ لما قلت لي اسمعي بس. طيب. لما قلت لي النهارده انا بسالك الصبح ساعة ما قلت لك انت طبخه ايه؟ انتوا بتعملوا اكل ايه؟ قمت قايله لي اكله انت نفسك فيها وطلبتها مني. طب انا طلبت منكم ايه؟ انا مش فاكر اصلا طلبت منكم ايه. وانا مش قايله. بقول لك ايه يا ابو يوسف؟ نعم. ما تيجي نقفل الفيديو مش قايله لك ونطلع نعم. ناكلها احنا بقى وخلاص. ده انا لسه لحد دلوقتي ما فطرتش، واحنا وخلاص احنا قربنا على المغرب اهو. وتيجي تقولي لي ايه في الفيديو من غير ما اقول لك؟ يا عم اشتري لك اي حاجه من بره. اشتري لي اي حاجه؟ اه. لا ده انا بقى اللي هقوم بقى اشوف بنفسي بقى انت عامله اكل ايه. هقولها لك والله هقول لك. طب يلا. تمام يلا يا جماعه بقى بينا نحضر الاكله اللذيذه السريعه الجميله اللي ابو يوسف طلبها. طيب اجي معاكي؟ لا ما انتش جاي ليه؟ والله لو جيت ورايا المطبخ لا ازعل منك زعل جامد. طب ليه بس هاجي اشوف لا معاك؟ انت هتقعد هنا اهو مش هتتحرك الا لما اجيب لك الاكل. يعني انا افضل قاعد مكاني كده؟ اه. وبرضه هنتظر شويه دولك كمان؟ امال ايه؟ ده انا من الصبح يا بنتي وانا على الحال ده والله. ماليش دعوه. يلا بينا يا جماعه. يا رب يا ترى ايه هي الاكله يلا دي؟ بينا. طبعا احنا دخلنا المطبخ اهو بقى. تمام فانا دلوقتي رايحه بقى اجهز الاكل. طبعا ابو يوسف بره هيموت يعرف ايه الاكل دي. طبعا انا ماما النهارده قررنا نعملها له ونفرحه بما انه كان نفسه فيها بقاله فتره وكان بيطلبها مننا على طول. فيا رب يا رب يا رب يفرح من الاكله ديت ويشبع كده منها وبألف هنا وشفا على قلبه. تمام. وعايزه اقول لماما تسلم ايدك حبيبه قلبي. طبعا انت عاملها لنا كلنا مش شرط ابو يوسف لوحده، فاحنا كلنا ناكل منها ان شاء الله. وتسلم ايديكي وربنا يخليكي لنا يا رب وتفضلي دايما كده حسك في البيت. فيلا بينا بقى يا جماعه نحضر الاكله. طبعا بقى بسم الله هنجيب بقى كده الصينيه. طبعا جايبينه في الشيبسي عشان ايه يحلي بيه. طبعا الاكله بتاعتنا النهارده هي دي. حذروا بقى في الكومنتات اللي لسه ما شافش رد فعل ابو يوسف وقال ايه هي الاكله دي. فيلا بينا يا ابو يوسف يا غالي عشان نشوف بقى رايك في الاكله دي ايه. تمام. فيلا بينا يا جماعه نشوف رايه ايه على الاكله العسل دي. تمام. فاحنا حطينا بقى دلوقتي الاكله. مش هقولها برضه. بسم الله الرحمن الرحيم.
متحمسه قوي رد فعله، بجد متحمسه قوي. طبعا كده خلصت جهزت، هو طبعا الاكله وجنبها شيبس، مش محتاجه اي حاجه تانية. فيلا بينا نشوف رد فعله. ابو يوسف الله على الريحه، الله. يلا بقى خلصي، هاتي هاتي طب بس استنى، هاتي بس. في شرط، ها ما تحطش ايدك على الطبق لما اقعد جنبك. ليه ما بقى؟ تزعلش مني. طب خلصي يلا بسرعه. ما تحطش ايدك على الصينيه بس. الله الله الله. طبعا يا جماعه خلاص الاكله هي. طب دي ايه؟ طب الأكلة بالله عليك هي. خلاص بقى، يلا يلا بقى. ازعل منك انا قلت لك والله هتقدر على بس زعلي. خلاص. تمام يا ابو يوسف، تمام يا كفته. جماعه. انت عامل لي كفته يا ام يوسف وكل ده عشان خاطر الكفته يا ام يوسف؟ امال ايه؟ والله العظيم ما انا عارف اقول لك ايه. يعني دوق، هو انت استني دوق. بقى، انت بتعملي فيها مقلب؟ لا مش مقلب، بس انت دقت. انا دقت. اي طب دي كفته صح؟ طب ما تدوق. الله، هي الاشكال استغفر الله شكل العظيم يا بعضها رب. لكن الطعم غير. ما هو صبع اهو زي صبع الكفته اهو. طب دوق. هدوء. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله. ايه رايك؟ منبر لا، منبر. شيبس. الله. ايه رايك فيه؟ حلو. شكله سكت كده حلو. الله بجد طعمه حلو. قسما بالله ما انا عارف اقول لك انتم. ربنا يخليكم ليه عامة. يا رب. عامة طب انت عارفه ايه؟ اقسم بعز الجلال الله الاكله ديت كانت هفه عليها امبارح قوي، وكنت طلبتها منكم فعلا بس بقالي فتره. ألف والله مش عارف اقول لكم ايه، لسه فاكرين لحد دلوقتي. امال ايه؟ ماما النهارده جبت لك والله، وهي جايه من بره كانت في السوق، ربنا قالت لما يخليك. اجيبها بقى لابو يوسف عشان كان نفسه فيها. طبعا هي اللي عاملاها، بس انا كنت بساعدها في حاجات بسيطه كده. قسما بالله جميله قوي قوي قوي، تسلم ايديكم ومش عارف اقول لكم ايه، وتسلم ايدك ياما والله العظيم، ربنا يخليك ليا يا ست الحبايب يا رب. يا رب اللهم قسما بالله كان نفسي في الممبار، كان طب بقول لك نفسي ايه؟ فيه. بقول لك ايه؟ مش انت دقت واحده؟ مم. انت في ايدك كام واحده؟ اهي. طيب كلها كده حطها في بقك. كفايه بقى ايه؟ ده انت تقومي ما انتش واكله معايا. تعال. ايه يا ابو يوسف، مش انت دقت ايه لا. الاكله؟ خلاص خلاص. كده. الف انا مش على قلبك. طبعا يا جماعه فرحانه قوي والله العظيم، اللي هو عجبته الاكله، ويعني هياكل بقى وينبسط كده، بس هو مش فاكرها. والله العظيم تسلم ايدك يا ام يوسف، انت امي. ربنا يخليكم ليا يا رب، مش عارف اقول لكم ايه. تسلم يا حبيب قلبي. انا فرحان قوي أهم فعلا يا حاجة جماعه. تكون مبسوط. والله العظيم مبسوط فعلا يا جماعه. كان نفسي في الممبار قوي، او كان نفسي اكله من زمان، وكان وبيهف عليه على طول. فهم طبعا يعني قعدوا بقى شويه كده لحد ما جابوه بيشوقوني بقى عشان يفاجئوني. وطبعا ما تحرمش منكم ابدا، ربنا يخليكم ليا والله. مبسوط قوي قوي بالاكله الجميله دي. تسلم يا حبيب قلبي، انا وشفي يا رب بس تكون فرحان كده بيها ومبسوط. والله العظيم فرحان قسما بالله يا ام يوسف. انا مش عارف يعني، انا عايز اكل مش عايز اتكلم. الف انا وشفي. طبعا يا جماعه انتي كزوجه اي حاجه نفسك، اي حاجه جوزك نفسه فيها اعملها له، يعني فرحيه، اقل حاجه بتفرحه. ايه يا يوسف؟ تاكلين؟ لا. ليه؟ طبعا يا جماعه ماليش تقول عليه والله، بس هو ريحته تحفه. مين يا جماعه اللي بيحب الممبار؟ ناس كتير اكتبوا لي كده في التعليقات مين اللي بيحب الممبار ومين اللي مش بيحب الممبار. انا مش بحبه قوي يعني، الله. كريحه لكن كطعم ما دقتوش. الله بجد. الف انا وشفا حبيبي. طبعا ده كان فيديو بتاع النهارده، ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتعملوا اعجاب للفيديو وتصلي على النبي صلى الله عليه صلى الله وسلم. عليه وسلم. يلا نقول لهم بقى ايه؟ يلا بقى نقول لهم ايه؟ سلام. اتفضلوا كلوا معانا. يلا سلام. سلام.